محمد الشناوي وإصابته القوية في الكتف اللي تم تحديدها إن هي خلع في الكتف، وبالتالي هيتم تدخل جراحي وهيغيب من 3 شهور ل6 شهور على أقل تقدير. فبالتالي الموسم بتاعه تقريبا انتهى مع الأهلي الموسم ده. بنسبة كبيرة ممكن يبقى الشناوي بره حسابات الأهلي في الموسم ده على الأقل. والموسم القادم ممكن اللاعب على حسب بقى عودته أساسي ولا احتياطي، بعد ما الأهلي يضم محمد بسام المرشح الأول لحراسة مرمى الأهلي، لأن الأهلي مش عايز يجازف بمصطفى شوبير أو مخلوف في حراسة المرمى، لأن طبعا المكان ده حساس جدا، وأي هزة فيه مش هتقدر الأهلي يقدر يلمها بسهولة. فلازم يحافظ على اللعيبة دي، وفي نفس الوقت يجيب حد يدعمهم عنده خبرات، عنده إلى حد ما احتكاكات أقوى، لأن دي لسه اللعيبة دي برضو ما وصلتش للمرحلة اللي هي تتحط تحت ضغوط وتبقى قد المسؤولية. وارد طبعا يبقى في حد منهم كويس، ولكن الأمور فيها مجازفة كبيرة. فبالتالي الأهلي بيدور على حارس بديل، وهو المفروض محمد بسام.